الاهلي بيفوز على الزمالك وهو في اسوأ حالاته تقريبا، والمباراه قبل حسين الشحات كوم وبعد حسين الشحات ونزوله كوم تاني خالص. الاهلي قبل حسين الشحات يفقد لكل الفاعليه الهجوميه، وكله عباره عن بساط او حتى مش بساط، والكرات كلها مقطوعه وخصوصا من تريزيجيه. فالنادي الاهلي كله قبل نزول حسين الشحات حاجه وبعد نزول حسين الشحات حاجه تانيه خالص. اللي لما نزل تسبب في ضربة جزاء، وفي نفس الوقت سجل الهدف الأول اللي فتح المباراة بهدف من أكتر من 20 نقلة، وأول هجمة للنادي الأهلي تعتبر أسرع هجمة، لمسة ولعبة ما فيهاش أي ديلي، ما فيهاش أصلا تريزيجيه اللي كان في الهجمة دي بره ال 18، وفي نفس الوقت خلخلة للمدافعين، تفريغ للمساحات، ثم باص في العمق ضرب بيه حسين الشحات خط الوسط وخط الدفاع المتكتل كله على حدود ال 18 لواحد زي محمد شريف في العمق اللي استناه ولعب له كوره تاني حطها في المرمى. وهنا شريف لعب الكوره تاني لانه غير واثق في نفسه ومهزوز شويتين، وفي نفس الوقت الكوره دي كان بالنسبه لشريف كان يقدر يحطها في الجول بشكل مباشر، لكن هو حب يلعب على المضمونه ومش عاوز يخسر الجمهور في كوره زي دي، لو ضاعت تبقى فيها مشكله. فالكوره دي من بدايتها لنهايتها هي افضل هجمه بدأ بيها الاهلي المباراه اصلا. يعني الاهلي جه المباراه دي في الدقيقه 70، قبل الدقيقه 70 ملوش هجمه على المرمى تقريبا غير كوره حسام عبد المجيد اللي حطها وطلعت بره ركنيه، وكانت الكوره الوحيده اللي فيها هجمه، والثانيه كانت مطالبات بضربه جزاء وشوطه من بره ال 18. يعني الاهلي قبل ده مش موجود، بعد دي جه الاهلي بقى. وهنا تشوف النادي الزمالك اللي تحس ان هو والاهلي في حالته دي مش واثق ان هو ممكن يكسب، مش واثق ان هو يكمل المباراه حتى بعد ما جاب 1-0، لكن في هزه في اداء النادي الزمالك من بدايه المباراه. راح بهجمتين كانت 2-0 في اول 10 دقائق، كره الدباغ وكره ناصر ماهر، الا انهم تصرفوا مع الكره تصرف غريب جدا ومش مظبوط. واحد زي الشناوي قوي في الانفرادات وطلع قفل الزاويه على ده وعلى ده، الكره دي جت في جسمه، الكره الثانيه قفل زاويه الشوطه ان هي طلعت بره، لكن الكره دي كانت بسهوله جدا تتعمل تشيب من فوق الشناوي اساسا، وكان في مسافه تقدر تعمل فيها الكلام ده كله ومساحه قدامك تعمل ده كناصر ماهر كلاعب حريف، وعداء الدباغ كلاعب مهاجم قناص. تمام، لكن في الاخر توتر اللعيبه شكله غريب. في نفس الوقت الكره اللي صبحي طلعت منه وهي راجعه له بسيطه جدا طلعت منه بره تدل على توتر غريب. في نفس الوقت واحد زي عبد الله السعيد اللي ضيع ضربه الجزاء، مش هقول لك توتر، لكن التوتر انه يقرر انه ما يلعبهاش، مش هيلعب الثانيه، غريب جدا. وبعد كده لما تشوف المدرب بعد ال1-0 رجع على خط ال 18 كله بلا تحولات هجوميه تماما. الراجل رجع يانيك فيريرا للو بلوك تماما تحت جدا في حضن محمد صبحي حارس المرمى، ومفيش اي تحول هجومي، هنلعب كده بس مفيش اي مرتدات. في نفس الوقت اللي الاهلي بعد 2-1 لما رجع ورا وساب الكره للزمالك وبدا الزمالك يلعب بلعب طولي، الاهلي كان بيروح بمرتدات قويه جدا جدا عشان يلحق يزود 2-1 تبقى 3-1، منها الكره بتاعت عمر كمال عبد الواحد اللي ضيعها بشكل غريب جدا ومش مفهوم اصلا عمر كمال عبد الواحد بيعمل كده ليه. في نفس الوقت اصلا واحد زي اليو ديانج اللعيب اللي احنا عارفين دستروير قوي بدني مش عارف، عمل كوره رقص فيها 1 و2 وعمل اسيست عالمي على الشبكه، لكن واحد زي عمر كمال عبد الواحد ما اعرفش كان عاوز ايه وبيفكر في ايه والكوره دي جايه له. تعالى بقى نتكلم كوره وتكتيك وتحركات اذا كان في حاجه اصلا في المباراه، او احنا هنتكلم عن نيه المدربين كانت عايزه ايه، هم بقى عملوه ما عملوش ده موضوع تاني. مبدئيا في الاول عماد النحاس جاي يطلع بالكوره مع النادي الاهلي من تحت في اكتر من كوره اتقطعت منه وكان فيها مشكله ومش عارفين يطلعوا بالكوره بسبب ضغط الزمالك في بدايه المباراه، ومع ذلك كان بدا يطلع عن طريق الاطراف وعن طريق الكره الطوليه. الكره الطوليه كلها مالهاش اي 30 لازمه وبلالين ما بتعملش اي حاجه، غير كده كمان اللعيبه اصلا عندها مس باص وعندها مشاكل كتير وعندها ديلي في دماغها وافكارها، وكل واحد بياخد الكوره بعد كده يبدا يفكر هيعمل ايه، فيكون ضغط عليه من نادي الزمالك يقطع الكوره اللي كانوا حرفيا في اول شوط تحديدا كانوا هم افضل من ناحيه الروح والرجوله في الملعب فقط لا غير. اما المدرب مش احسن حاجه الا انه كان عنده فكره هنحكي لك عنها كمان شويه. بس كل الحكايه ان النادي الاهلي عن طريق واحد زي او كابتن عماد النحاس بقى يطلع على الاطراف، طبعا الناحيه اليمين ناحيه محمد هاني وحد زي طاهر كانت كلها عباره عن عرضيات فقط لا غير، هم ما بيعرفوش يعملوا عرضيات بافضل شكل يعني، وفي نفس الوقت كمان ما عندوش حد بيلعب راسيات
بشكل قوي جدا، لا المهاجم ولا حتى حد من الاجنحه. غير كده كمان الناحيه الثانيه الطرف الثاني او الجبهه الثانيه بن شرقي وتريزيجيه، والمفروض انها جبهه قويه جدا مع كوكا اللي المفروض كان هو يثبت شويه تحت، الا ان تريزيجيه كان بيفسد كل الهجمات للنادي الاهلي بسبب ان هو كل اصراره ان هو يشوط اول ما يلاقي في اي مساحه لاي حاجه قدامه متر واحد بس يبدا يمرجح رجليه ويشوط. كله بيبقى في السماء او في اجسام اللعيبه، فدي غريبه جدا على تريزيجيه اللي يعتبر الشوط الثاني تحديدا الراجل نزله تحت شويتين عشان تهدى بقى شويه كده وبطل شوط. وحتى الهجمه بتاعت الجون زي ما قلت لك كان في وسط الملعب ما كانش جوه ال 18، والا كان ممكن يكون مفسد للهجمه، لدرجه ان هو قفش مع حد زي كوكا اللي طول المباراه فاضي على الخط ويقدر يبصيله، الا انه قرر في كوره يخش في وسط اربعه ما يبصيش، الا انه في كوره اللي ردت واتقطعت كان هو معاه قرر ما بصيش فاتقطعت منه وخدها دونجا اداها لالفينا اللي رقص وراح رايح وعمل الدباغ اللي ضاعت. تمام. فبالتالي واحد زي ده الجبهه دي كلها باظت بسبب واحد زي تريزيجيه، واللي الشوط الثاني اتعادل شويتين وبدا يلعب الباص من لمسه ولعب. وزي ما قلنا الكره الثانيه هي الكره بتاعت اللي هو يبدا يلعب كرات طوليه فقط لا غير وما وصلش منها لاي شيء ولا اي حاجه. اما بالنسبه لاول كره تعتبر ملعوبه من النادي الاهلي تحديدا واللي جه منها الهدف، هي الفارق فيها فقط ان هي سرعه في الباص والتمرير والاستلام والتسلم، مجرد كل لعيب كان بيستلم ويسلم على طول، ما فيهاش اللي كان بيحصل الشوط الاولاني الديلي اللي موجود، كل واحد بياخد الكوره ويبدا يفكر هيعمل بيها ايه، كل واحد بياخد الكوره وما ينفعش يباصي الا لما يمشي خطوتين او يرقص واحد واثنين. لا، الكوره دي تحديدا كله قرر ان هو يلعب ويتحرك، يلعب ويسلم ويتحرك تاني، اكتر من 20 30 باص تقريبا وخلخله كبيره جدا جدا لحد ما قرر حسين الشحات على قوس ال 18 يهوش انه هيباص ناحيه اليمين، لكنه عمل الباص في العمق لمحمد شريفي اللي سندها له تاني، حط الكوره في الجون فتحت اللعب. بعدها بكام ثانيه ولا دقيقه هوب نفس الكوره بتاعت عدي الدباغ كان داخل حسين الشحات وجايب ضربه الجزاء اللي سجلها تريزيجيه. في لحظه الزمالك لقى نفسه خسران 2-1 بعد ما كان كسبان 1-0 في غفله، لمجرد ان الاهلي سرع الريتم، بس لمجرد الاهلي لعب اسرع شويه في الريتم والباص بقى اسرع فما لحقوش يواجهوهم، فضربوا خط الدفاع وخط الوسط الكوره زي الجون الاولاني، وضربوا خط الدفاع في الكوره بتاعه ضربه الجزاء اللي استلمها حسين الشحات بصدره قبل المدافع اللي شاط صدره برجليه فكانت ضربه الجزاء. وبالتالي الزمالك كان فكرته في المباراه دي كلها ايه؟ الزمالك جاي المباراه دي يلعب ناحيه محمد هاني، كل الحكايه انه يبدا يلعب على الجبهه بتاعت محمد هاني اللي هي هجوميا ضعيفه ودفاعيا ضعيفه برضه عادي مفيش مشاكل، فبالتالي هو كل لعبه كان من ناحيه محمد هاني. جت الكوره اللي لعبها من ناحيه محمد هاني وطلعها اشرف بن شرقي اللي اتعمل بالعرض كانت تقريبا جون خلاص، عمل بيلد اب كوره اللي ضيعها ناصر ماهر بغرابه شديده جدا من ناحيه محمد هاني. الكره دي اتلعبت من محمد صبحي حارس المرمى ناحيه الشمال، كان مروان عطيه جاي لوحده متسلم في وسط اثنين مفيش اي دعم معاه لا من الجناح ولا حتى لعيب وسط قريب منه زي محمد علي بن رمضان، ولا محمد هاني كان قريب عشان يضغط من قدام الا انه كان نايم لورا قوي، فاتلعبوا اثنين على مروان عطيه ضربوا خط الوسط وراحوا رايحين. محمد هاني بدا يرجع بظهره، اتعمل 1-2 بين ادم كايد وواحد زي ناصر ماهر ضربوا خط الدفاع للنادي الاهلي، واتحطت كوره كانت هجمه نموذجيه بالضبط من تحت وتدرج من الثلاث خطوط بما فيهم الحارس اصلا مشارك في الهجمه، كل ده ومفيش لعيب من النادي الاهلي واحد لمس الكوره، كانت تبقى كوره عالميه وهدف عالمي، لكن ما لهمش نصيب بسبب ان الشناوي قفل وناصر ماهر قرر انه يلعبها على الارض ما يعملش تشيب باص. غير كده كمان حتى لدرجه ان كره السنتره نفسها لما سنتر نادي الزمالك في الشوط الثاني عمياني لعب الكره في ظهر محمد هاني لان دي الجبهه اللي بيتكلموا عنها، اما دون ذلك فهو من قبيل الصدفه والضغط العالي وقطع الكرات والتحولات الهجوميه. في الشوط الاولاني تحديدا بدا يستغل الكره بتاعت الدباغ انه يضغط على واحد زي تريزيجيه قطعوا منه الكره وتردت عليه، بدا يطلع بيها الفينا وراحت للدباغ اللي ضيعها. كره ضربه الجزاء كانت كره طوليه عاديه خالص مفيش اي حاجه لمجرد تحولات كرات طوليه في محاوله لاستغلال اللعب في ظهر خط الدفاع او في ظهر خط الوسط وقدام خط الدفاع المساحه اللي بتكون فاضيه ديت، لكن الزمالك ما عرفش يستغل الكلام ده كله. ده كان كل حاجه في المباراه من ناحيه نادي الزمالك اللي ما عرفش يستغل الحاله السيئه للنادي الاهلي في الشوط الاولاني، سجل ضربه جزاء وكان ليه هدفين يقدر يسجل على الاقل واحد فيهم كانت 2-0 تصعب الامور، وكوره كمان اللي اتلعبت بالعرض اللي طلعها اشرف بن شرقي 3 كرات في الشوط الاولاني تحديدا غير ضربه الجزاء، فكان الموضوع هيكون
صعب جدا جدا على النادي الاهلي في العوده، لكن الزمالك ما عرفش يستغل حاجه زي دي، وللاسف المباراه القمه تبقى في بقك وتقسم لغيرك. المباراه طول 70 دقيقه للزمالك، هوب في 3 دقائق بالظبط اصبحت القمه كلها اهلاويه وخلصت على كده، والاهلي عمال يزحف نحو القمه لترتيب الجدول الدوري.